هنعمل النهارده شويه حمص من كتر ما هما مظبوطين هتنافسوا بيهم المطاعم. جماعه بجد مش هتاكلوه بره تاني، قوامه كريمي ولونه فاتح وطعمه خطير. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. اول حاجه هننقع الحمص ليله كامله، ويستحسن نغير عليه الميه مرتين مثلا. تاني يوم هنسويه، وعايزين التسويه تكون كويسه جدا لدرجه ان هو يتهري معاكم. ايوه احنا عايزينه يتهري. وهنا اخترت اسويه في حله الضغط، حطيت معاه ورق لورا وفصوص توم وقفلت عليه حوالي ساعه ونص. شايفين مهري ازاي؟ احنا عايزين يوصل للمرحله دي. بس قبل ما نعمل فيه اي حاجه هنغسله بميه بارده وهنفركه كده شويه، هتلاقوا القشره بتطلع معاكم على طول. نحاول كده نشيل شويه من القشر على قد ما نقدر علشان يدينا في الاخر القوام الناعم اللي بنشوفه ده. هضربه الاول في الكبه لوحده مع شويه عصير ليمون، بعد كده هضيف فص واحد توم صغير وشويه حلوين من مكعبات التلج والطحينه والملح. شايفين كان لونه اصفر ازاي؟ بعد ما نضرب الكلام ده كله هتلاقوه اتحول للون الابيض الفاتح عشان ضفنا التلج. هنا بقى ظبطت الملح وضفت شويه خل واخر ضربه وبس كده هتاكلوا احلى حمص. خلوا بالكم المنكهات والتوابل ما بتضافش خالص وقت الضرب، احنا بنضيفها وقت